من لم يعمل المكروه في حياته يأخذ الكتاب. مكروه مو حرام، لا مكروه. مكروهات تدرون شنو يعني؟ قلنا عمل مرجوح فقط. كل من لم يعمل المكروه يشيل الكتاب. زين. مكروه خلي امثل لك حتى تشوف شنو المكروه. مكروه مثل اكل الجبن. اكل الجبن وحده الصبح مكروه. اذا فيك ترفع الكراهه تاكله مع الجوز، لانه الجبن وحده داء والجوز وحده داء ومعا يكون دواء في الحديث الشريف. فعندما تجمعهما يكون دواء، باعتبار الجبن الصبح اذا واحد ياكله من الناحيه الطبيه انه ياكله يحصل عندك فتور في خلايا الدماغيه، فلما يصير عندك فتور في خلايا الدماغيه بعد ما عنده نشاط ما يشتغل، لذا يقوم دماغه بعد ما يسحب، يكون ضعيف الدماغ ضعيف السحب. هذا موجود بعد اهل الخبره في هذه القضيه، ما يحتاج ابينها. انه الجبن الصبح شوف بعد مو نشط. اما بالليل مستحب. بالليل على الامام الرضا عليه الصلاه والسلام عندنا روايه انه اكل جبن ونام. ليش؟ لانه هذا يهدئ الاعصاب. الجبن يهدئ ويفتر الاعصاب، يفتر خلايا الدماغيه، لذا واحد يحس بارتياح عندما ينام، بعد ما يشوف منامات مخربطه وما شابه، اضغاث احلام لا يبتلى بذلك. اما الصبح مكروه، اي واحده من المكروهات. ايش قد عندنا مكروهات؟ بالصلاه عندنا مكروهات، بالصوم عندنا مكروهات. الصوم غير عندنا مكروهات حتما عارفيها بعد. مكروهات الصوم غير واجبات الصوم ومحرمات الصوم، لا عندنا مكروهات ومستحبات. مستحبات الصوم ومكروهات الصوم. فقال له اخويا اللي ما مسوي مكروه حياته ولا مره واحده ياخذ هذا الكتاب. قال له لا لا لا، كل من مناوي نيه مكروه ياخذ الكتاب. نيه يعني خطور ذهني. نيه هو الخطور الذهني، انه لم يخطر في ذهنه انه ينوي المكروه، لم يخطر في ذهنه انه يفعل المكروه، ياخذ الكتاب. قال خذ الكتاب حقك هذا، لانه انا مره ناوي مكروه بس ما سويته. قلت هذا مكروه ليش اسوي؟ تركته. اما انت اللي هل قد عندك عصمه وطهاره، عصمه افعاليه، انه لم تنوي المكروه في حياتك، انت خذ الكتاب، انت تستحق الكتاب.